جرحي فين يا فلاش؟ معرفش، بس ليه يعني جاي دلوقتي هيروح فين؟ هو في حاجة ولا ايه؟ في موضوع كده عاوز اكلمكم فيه. السلام عليكم. مالك يا جرحي؟ اصل فيه واحد غالي علي مات النهارده. يبقى في حياتك معلش يا جرح اخويا، معلش كلنا له. كان قريبك الراجل اللي مات ده؟ لا، دي صاحب الشركه اللي كنت بشتغل فيها. معلش ادعيله بالرحمه، انا عاوزكم في موضوع مهم. فاكر يا جرحي الفيديو اللي فرجتك عليه؟ فيديو؟ كده برضو؟ يبقى كده خلاص يا رجاله، متشكرين يا سيدي. يا عم ايه ده بقى؟ ده فيديو بتاع ناس بيرموا واحد في النيل. ماله يا فرج؟ النهارده سمعت خبر ان في واحد اسمه محسن النجار لقوا جتته في الميه، وانا متاكد ان هو الراجل ده اللي كان في الفيديو. يا مراري. ده خلاص يا جرحي بقى، كفايه بكا ونواح. اصل محسن النجار ده يبقى صاحب الشركه اللي انا بشتغل فيها فرد ام. جريمة نص النيل لو يشغلنا بتفاصيلها، جريمة نص النيل لو يشغلنا بتفاصيلها. نص النيل. عدى اسبوع على وفاة محسن ولسه لحد دلوقتي سايب جوايا جرح كبير قوي يا هايدي يا بنتي. امال انا اعمل ايه بس يا انكل؟ ده انا ماليش غيره، كل يوم بحلم بيه. انا هشيلك في عينيا يا حبيبتي، ابوكي كان موصيني عليكي وعشان كده طلبت منك تيجي الشركة، عشان هو ده طلبه اللي كان بيطلبه منك طول الوقت وانت بترفضيه. بس انا قلت اخليكي تغيري جو وتيجي شوية معايا يعني، وهو منها برضو المرحوم يحس بيكي انك بتعملي حاجة كان هو حبيبها. الله يرحمك يا بابي. انا مش قلت مش عاوز حد يدخل لي؟ اسف يا سعادة الباشا، ممكن دقيقة بس علشان في موضوع مهم. هستأذنك 5 دقايق يا هايدي يا حبيبتي وهرجع لك على طول. ايوه، في واحد بره بيقول عاوز يقابل بنت محسن بيه بخصوص والدها. طيب خده وقعده عندك في المكتب وما تخليش حد يتكلم معاه لغايه ما اجيلك، فاهم؟ اهلا وسهلا، انا شريف صاحب المرحوم محسن النجار وزي اخوه. قال الله سعادة الباشا. قالوا لي ان انت كنت عاوز تقابل بنت محسن، خير في حاجه؟ انا سعادتك سمعت خبر موت محسن بيه النهارده في التلفزيون، وكانوا بيقولوا يعني ان هو مات منتحر. فعلا هو ده اللي حصل. لا، ما الكلام ده مش مظبوط يا باشا، ده اي هاتش. انا معايا اثبات ان محسن بيه اتقتل، انا شفتهم بعيني بيرموه في الميه وصورتهم بالتليفون كمان. ايه ده؟ فعلا؟ طب بعد اذنك يعني، هو الفيديو ده فين؟ لا معلش بقى يا باشا، انا اسف، انا مش هسلمه غير لبنته. بنته؟ طبعا من حقك، انت راجل جدع وشهم، واكيد هيبقى ليك مكافأة كبيرة على الفيديو ده، فلازم تضمن حقك. بس ما تقلقش، انا هديلك اللي انت عاوزه. انت كده بتشتمني يا بيه، انا مش جاي هنا لا مؤاخذة عشان اخد مكافأة، انا جاي عشان اريح ضميري واشهد باللي شفته. غريبة. طب هو للاسف هايدي مش موجودة، وكمان حالتها النفسية ما تخليهاش تقابل حد، فممكن تدينا عنوانك ورقم تليفونك عشان نكلمك ونجيلك انا وهي. تمام يا سعادة الباشا. طب انا هكتب لك هنا بقى العنوان ورقمي كمان. اتفضل. شكرا يا استاذ فرج الكينج. انزل انت بس رود الفرج وقول فرج الكينج فين، هتلاقي 1000 من يدلك. تشرفنا جدا يا استاذ فرج. السلام عليكم. اسمع، أؤمر يا شريف باشا. عاوزك تخلص لي الحوار ده من غير اي شوشرة، ولو وصلت اننا نقتل اللي اسمه فرج ده يبقى نعمل كده. نقتله يا باشا. عارف يابا، لما رحت الشركة وقلت لأهله على حوار الفيديو استريحت راحة. ربنا يريح قلبك يا ابني، من صغرك وانت اللي عندي راكب دماغك يا فرج. لما يكون في حاجة في دماغك لازم تنفذها، علشان كده كل اصحابك سموك فرج الكينج. بس بركب دماغي في الحق يابا، مش في اي حاجة تاني، انت اللي معودنا على كده. فاكر يا فرج وانت صغير لما كنت عامل لك المركب الورق وتروح جايب حلة فيها شوية مية وتمشيها في المية وتبقى عاوز تنط جواها؟ كان نفسي ابقى سباح. كنت زمان لما بشوف العيال اللي في سني وهم بيجيبوهم في التلفزيون وبيتعلموا سباحة كنت بقعد اقلدهم. وانت ربنا يخليك لينا يابا، كانت الظروف على القد، ما كنتش تقدر توديني نادي زي اهاليهم، وانا اللي كان لازم اشتغل عشان اساعدك. ما لقيتش شغلانه غير على المرسى وسط المراكب عشان برضك ابقى جنب الحاجه اللي بحبها، ومنها اشتغل شويه واضرب لي غصين في النيل، وانت تفضل تزعلي وتقول لي يلا هيجيلك بالهرسية. وفجأة الحلم راح واتبخر. بس اللي بجد نفسي فيه ان يبقى عندي مركب كبير ويبقى بتاعي.
ربنا يحقق كل احلامك يا ابني، وانت كمان يا جرحي. عارف عم ظريف، وانا صغير في البلد كنا نحب نلعب عسكري وحراميه، وكنت دايما احب اخد دور العسكري، عشان كده كان نفسي لما اكبر ابقى ظابط واقبض على الحراميه. واديك ما شاء الله حققت حلمك وبقيت فرد امن كبير اهو. بس ما بيقبضش على حد. انا حاسس انك لو شفت حرامي هتعمل نفسك نايم يا جرحي. طب وانت عرفت منين يا عم ظريف؟ طب استنوا بقى، انا هعزمكم على ترمس. انت فرج؟ ايوه انا فرج. انتوا مين وعاوزين ايه؟ اركب معانا وهناك هنفهمك. نزل ايدك بس يا جدع انت وهو. اروح معاكم فين وانتوا مين؟ الاوامر اللي عندنا انك تيجي معانا وبس. لا الاوامر دي على نفسك يا عم الحلو مش عليا. واخلع من هنا بقى عشان ما تزعلش انت وهو. عيني يا فرج اركب بقول لك، ما تخلينيش اتغاب عليك. ابني الحقوني يا ناس، فرج ابني اتخطف. فرج ابني سيبوه يا مجرمين يا فرج. قدامنا 4 دقايق وهنطلع على الهوا يا جماعه. كان نفسي تكون معايا يا بابي في اليوم ده وتشوفني وانا بحقق حلمي، ويشوفك وانت هايدي النجار المذيعة المشهورة. انت بتدخل في لحظات الواحد بيكون فيها قاعد مع نفسه وبتقطع كل احبال التواصل. انا معايا حبلين تواصل زيادة لو عايزة. يا ربي، ممكن تسيبني في حالي يا استاذ جميل؟ مش كده يعني. قدامك دقيقه وتبقى على الهوا. جاهزه يا هايدي؟ ان شاء الله هكون جاهزه، بس خلي الاستاذ جميل يتفضل. اخرج بره البلاتوه يا استاذ جميل. يلا 3 2 هوا. اهلا وسهلا بيكم في برنامج يوم جديد مع هايدي النجار. واسمحوا لي اني اعتبره يوم مميز بالنسبه لي، لانه اول يوم ليا معاكم في محطه 90. والنهارده هتكلم عن شخص موجود في كل بيت، هو حجر الاساس اللي بيقوم عليه اي بيت، هو الامان بالنسبه للبنت والظهر بالنسبه للولد. اكيد كلنا عرفناه، الاب طول الوقت بيشقى ويتعب ويجري علشان يحقق السعاده لكل اللي حواليه. بيخاف انه يظهر تعبه في لحظه، فبيداري دايما تعبه ورا ضحكته، ومهما كان طيب بيتحول لاسد جسور لو حد قرب من عرينه. هذا هو الاب يا ساده. نروح فاصل ونرجع تاني لاستقبال مداخلات. مين اللي بيرزع كده في الباب؟ شوفي مين يا مها. فرج اخويا، ايه اللي حصل له يا مجرمين يا اسرار؟ ابوس يدك ده مش وقت اسرار خالص. وسع الطريق شوي. فرج ابني ايه اللي حصل يا فلاشه؟ لقيته فين؟ انا لقيت حد بيتصل بيا وبيقول لي تعرف واحد اسمه فرج؟ قلت له ليه؟ قال لي لقيناه مرمي في الشارع ومضروب ومش معاه غير كارت عليه نمرتك. ما كدبتش خبر وخدت جرحي ورحنا على العنوان اللي اداهولي على طول. لقينا فرج متكون كده على جنب، خدناه وجينا على هنا. احنا لازم نعمل له انعاش. هو ناقص انعاش؟ ما هو نايم مسطح قدامك اهو. فرج يا فرج. انا فين؟ انت مين؟ يا نهار اسود، الواد مش عارفني. دي حالة فقدان ذاكرة أنا عارفاها. ما تقلقش يا عم ظريف، أكيد اتضرب بحاجة على راسه. منهم لله. يا رب طبطب علينا برحمتك يا رب. ده أنا ما حلتش غير فرج. وبالنسبة لي يا بابا، اعترف وقول إني مش بنتك. أنا كنت عارفة إني مش شبهكم، وإني أكيد بنت ناس أغنياء، وإنتم أكيد خطفتوني منهم يا مجرمين يا أسرار. شكلك جاي تعمل شو، جاوب قول يس اور نو. شغل الحنجلة برجالة، اخرتها عك وقندالة. ده الواد اخر مرجالة لما تعوزوا تلاقوه. انت تؤمر يا شريف باشا، الفيديو والتليفون كله معاك. برافو عليك. بس انا نفسي اعرف يا باشا، انت ليه مرضتش تخليني اخلص عليه؟ احنا مش ناقصين شوشره، عاوزين الموضوع يعدي. وبعدين فرج ده عيل غلبان في الاخر، هيتحاسب علينا بني ادم على الفاضي. طب لو ظهر تاني ايه العمل؟ ساعتها هيبقى في تصرف تاني، نبقى نلفق له اي حوار ونرميه في السجن. نفسي اكل من اللي انت بتاكل منه يا شريف باشا، عشان اعرف اطلع الالماظ اللي في دماغك. سيبك من ده كله، اسمعني كويس. احنا داخلين الايام اللي جايه دي على شغل كبير، مش عاوز اي حاجه تعطلنا. اللي هيفكر انه يقف في سكتنا يبقى مدعت عليه. باقي حاجه واحده بقى انا خايف منها. حاجه ايه؟ هايدي. نخلص منها. غبي. اسمع، لو فكرت تتصرف من دماغك هقتلك واخلص من دماغك دي خالص. انت تؤمر وانا انفذ. ما نشوف اخرتها ايه. انا لغايه دلوقتي في نظرها عمو شريف
اللي بيخاف عليها ويعتبر في مقام عمها. طب بالنسبة لشغلنا؟ شغلنا زي ما هو، احنا أوراقنا في السليم، ومحسن ماضي على كل حاجة بخط إيده. طيب بالنسبة لي أنا بقى مفيش أي حاجة كده تحت الحساب. وده بمناسبة إيه؟ بمناسبة إن أنا اللي مدور الليلة دي كلها، ومن حقي. من حقك؟ أنت نسيت إن محسن كان عاوز يمشيك من زمان، من ساعة حوار الاختلاس وأنا اللي ضغطت عليه وخليتك في الشركة؟ ما تزنش على خرابها، خليك ماشي جنب الحيط، وأنا هبقى أملالك عينك، بس كله في وقته. فرج يا حبيبي، طب لو أنت شايفني كويس قول هيه. يابا مالك في ايه؟ عيب على سنك اللي انت بتعمله ده. الحمد لله على السلامة يا ابني، اهو ده فرج ابني وهو في كامل وعيه. متقلقش، عمر الشقي باي. دماغي. وايه اللي حصل يا فرج؟ الجردات اللي شدوني جوه العربية غموا عينيا وضربوني بحاجة على نافوخي، ما قدرتش بعديها بالدنيا. انت لازم تعمل أشعة على المخ عشان نطمن. معرفتش الناس دي مين وكانوا عاوزين منك ايه؟ هما اكيد مش حرامية، دي ناس عارفة هي بتعمل ايه بالظبط. اكيد بقى هما خدوا اللي هما عاوزينه عشان كده رموني. مش ممكن يكونوا ماشيين بالمثل اللي بيقول خدوه لحم وارموه عظم؟ مش ممكن يكونوا دول عصابة تجارة أعضاء وخدوا منك الكبد؟ لا، بس أنا أسمع إن تجار الأعضاء بياخدوا الجرانية. في حد عاوز يحلو تاني؟ ما تهدى يا حلو منك ليه؟ أنا فرج الكينج ولا نسيته؟ يا دماغي، كل اللي حصل إن أنت خدت على إخوانا. أمال هيكونوا خطفوك ليه؟ هو أنتوا لسه ما فهمتوش؟ أكيد بسبب التليفون والفيديو اللي عليه جريمة القتل. خلاص يا ابني، كفاية اللي حصل لك بسبب الموضوع ده. ما تنسفش دماغك يا أخ فرج واسمع كلام ظريف. بقى هتضيع حياتك عشان واحد ما تعرفوش؟ الجدعنة ليها حدود يا صاحبي. دي الجدعنة الصيني يا معلم اللي انت تعرفها. طب ايه رأيكم بقى ان بعد اللي حصل لي ده انا هركب دماغي اكتر واكتر وهعند النكش في العالم دي ومش هسيبهم، ويا قاتل يا مقتول.